هلا وحبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير وصحة وعافية وربي يحفظكم وين ما تكونوا. اليوم الفيديو مالنا راح يعجبكم ان شاء الله، فتعالوا ويانا حتى تشوفون وين رحنا، وراح تشوفون بيه اشياء تذكركم بايام زمان، ايام الزمن الماضي اللي كل احنا نحبه ومشتاقين إله، ويذكرنا بالأيام، أيام الحياة الماضية البسيطة. فإحنا كنا رايحين بشغلة للحلة، كنا رايحين البيت خالة أبو أحمد، وبعدين بعد ما طلعنا من عندهم وشفناهم رحنا البيت صديق أبو أحمد. من عرف إحنا رايحين يعني للحلة، هو بيتهم بطويرج، قال له تعالوا مرونا حتى يعني نشوفكم. فبعد ما طلعنا من بيت خالته رحنا البيت صديق أبو أحمد، وهو إنسان كلش طيب وإنسان خلوق إلى درجة، وأهله ناس كلش طيبين ورحبوا بينا وقاموا بالواجب وأكثر. هذا الخضار الزين، الله والله حلو منظر الأراضي الزراعية خضرا. يودينا أبو أحمد للمطعم يتريق، يسوي هنا هذا المطعم كباب كلش طيب، مو بس كباب، نحلات، مشويات كلش طيبة. كل ما نجي احنا لهذا المكان ناكل يمهم، كلش طيب أكلهم، الشو مالهم. وهسه تريقنا وطلعنا رحنا ريوق. ربي يسر ولا تعسر وانت ارحم الراحمين. وهسه وصلنا للحله. وبعد ما رحنا بيت خالته طلعنا من عندهم وتوجهنا لطويريج البيت صديق أبو أحمد. خليكم ويانا لنهاية الفيديو. يعني يسموها الشارع من على شركة الحسن. كربلاء يطلع طريق طويريج كربلاء، هذا محله كربلاء.
بيت صديق ابو احمد. تابعوا ويانا الفيديو للنهاية. شوفوا هاي الاجواء الحلوة هنا بهاي المنطقة. هاي بطويريج. شوفوا هسه شعلوا النار، هسه راح يخبزون. شنو رأيكم بهاي الأجواء؟ أكيد الكل العراقيين يحبون هاي الأجواء، ماكو أحلى منها. هسه راح نشوف شنو زارعين بالحديقة خضرة. شوفوا هذا سلق، هاي بحديقتهم ورا البيت. بس هذا البذر مو نوعيته يعني؟ اي استيراد. هاي يعني مو عراقي هذا. هذا السلق، هاي خضرة. هذا معدنوس، هذا معدنوس يمكن. هذا كرفس. كرفس. هذا حاشة واحدة هذا اكبر من ذاك السلق. هذا سلق. اي هذا حاشي هذا ريحان. هذا كشمه طماطم شيء ريحان. هذا سبينار فجل. وهاي حلبة. هاي الحلبة هاي حوقة. بس هاي استيراد او فيها علاقة. اي هاي شوفوا هاي الحلبة بس مو عراقية. هذا سبينار. هذا ريحان مضفر هذا ولا شنو هذا؟ وهذا فجل. هاي ريحانة هاي؟ اي قطعة ريحان ريحان. شلون شم ريحة مال طيبة باع. الله كلش طيب. لا خاف كزبرة. ريحانة عين صدق والله. زين هذا شبنت. شو هذا شبنت مو مثل مالنا، هم اجنبي. ما اعرف شو هذا شبنت يختلف عن هذا العجل. يعني او علي هنا دا يقطعون سلق. مطرت طبعا. شوف الجو الحلو مع الاجواء. شوف النخل. شوف الاجواء الحلوه مع الغيم. شوفوا الله. شوفوا هذا التنور، هذا الخبز العراقي الاصيل مال قبل. الله الخبزه ناشفه ومقسبه وطيبه تخبل. شوفوا هاي شلون راح تستوي. يلا هسه من نطلعه هم اشوفكم اياه. هذا الخبز العراقي الاصيل. شوفوا هذا سهمكم العافية. هاي الحنونة لأبو أحمد، يحب الحنونة، يحب هذا الخبز. شوفوا المطر، مطرة الدنيا باعوا. وبعد ما كملنا الخبز، مو يعني طبعا هي البنية خبزت، راح نشوي السمكة. أبو أحمد راح يشوي لنا إياها، وسوى هاي الصلصة. وهسه حيشعلون التنور نشويها بالتنور، ويا محلى طعمها وهي مشوية بهذا التنور الطين. يلا خليكم ويانا نهاية الفيديو. هذا أبو أحمد يسوي بالنار. بعد هاي النار المتبقية يعني من مال الخبز، بعد ما شاعلين التنور ان شاء الله. هذا الحطب ابو احمد يكسر بيه، ولو هو هذا الساعة بسرعة تروح النار مالته، تهفت يعني شلون تروح تطفي. هسه راح يجيبون يمكن خشب عندهم، ما ادري والله. شوف ايش راح يجيبون حتى يشوون بيه. شنو رايكم هاي الحياة هنا؟ هدوء وباع السماء، باع طبعا هو هدوء يعني. واسمعوا الصوت، نسميه احنا قراقيع، صوت الرعد يعني. شوفوا الاجواء. الساعة 3 هسه ابو احمد، 3:03 هسه. شوفوا الجو، عبالك راح يصير المغرب. هيكل بعده مال ابنهم، الله يحفظهم ويستر عليهم، ان شاء الله يكمل بناء بخير وسلامة.
وهذا الحطب. من يحب هاي الأجواء خليه يكتب لي بالتعليقات. اللي يحب أجواء الريف مثلي خليه يكتب لنا بالتعليقات. أحلى أجواء تخبل، هواء نقي، أكسجين، هدوء. يعني ما أعرف شلون أوصف الأجواء هنا. هسه إن شاء الله راح أصور لكم، أطلع برا البيت وأصور لكم المنظر مال الزرع والمنطقة. وهنا أبو أحمد قص السمكة وغسلها هناك طبعا بالمطبخ، نظفها وسوالها صلصة وراح يشويها بالتنور. طبعا احنا من نروح خطار الأحد يسوي سمك أبو أحمد يشوي لهم، لأن هو كانت شغلته يعني كان عنده محل بيع وشوي الأسماك، فهو يعرف يشوي، يعني الشوي ماله كلش طيب. فوين ما نروح إذا مسوين سمك أبو أحمد هو اللي يشوي، خاصة يعني الشوي على الحطب طبعا، بس على الحطب. وهاي هنا هم جابوا بعد سعاف. شوفوا النحر، شوفوا هسه هذا شعلوا النار حتى نشوي. اي ان شاء الله حتى نشوي السمكة. نزل السمكة على الحمورة يصير لك ان شاء الله يصير لوز. طبعا ضفنا تحسن شو نسوي على التنور. فرفض خذها زين، شوف هذا زينة بعد بس. نزل راح ينشجر يصير مع الخبز. هو هذا المطلوب. عشان طفت النار حطها شوي اطبق. باي باي. سلم لي حجي. ما تحتري. لا يابا شو تحت. هاتين شيف هسه تبيها بس نزلتها شوي. يلا قامت تتشكشك. على هاي الوضعيات قبل الوضعيات. النار قوية هسه تستوي بسرعة. نص ساعة ثلث ساعة. ما تقلب. اي ما اقدر جوا بالفرن بالفرن بس تفتح النار انا اشتغل حرارة. هاي السمكة صار لها ثواني من خليناها، يعني تقريبا 5 دقائق. ابو احمد يعني شوف بسرعة استوت من فوق، يعني مو استوت 100%، وانما الجلد مالها شوفوا لين حامي التنور وخلوا حطب هواية، فبسرعة بعد دهن قام ينقط من عندها. هذا تشوفون والله ثقيلة لازم نسقها هيك نشغل زي ما نشغل هيك. شوفوا ما صار هالقد ربع ساعة ما صار. النار قوية ليش نحمل التنور. شوف شلون استوى. جيب لك شيء تمشي بيهن؟ لا ما بخاش وقت. عشان اسوي لك اياها حجي ما شاء الله. توقع حرامات هاي الصلصة كلها. بعد ما خلينا الصلصة خليناها على التنور على الحرارة. هسه بعد ما خلينا الصلصة خليناها على التنور على الحرارة. شوف المنظر. هاي هسه غطاها ابو احمد حتى تستوي زين.
شوفوا المنظر والطبيعة الحلوة. هاي غروب الشمس. يلا عين يلا لحظة من جماعتك. والله ما قصروا ويانا وقاموا بالواجب وزيادة، والله يحفظهم من كل مكروه. وهسه بعد ما طلعنا من بيت صديقة أحمد، شفتوا الحفلة مال شوي السمك، وتغدينا وتوجهنا هسه قبل ما نروح لبغداد إن شاء الله راح نروح لبيت حمايل محمود علي، نمر عليهم نشوفهم نسلم عليهم ونروح لبيتنا إن شاء الله، وادعوا لنا نوصل بالسلامة، وربي يحفظكم ويحفظنا ويحفظ الجميع. وهسه راح نرجع لبيتنا إن شاء الله. لا تنسونا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو ويا الأهل والأصدقاء، وإن شاء الله عجبكم الفيديو، وإلى أن ألتقي وياكم فيديو آخر، أستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.